قلبك دق، حسيت إنك طاير من الفرحة، ما بتبطّلش تفكير في شخص معيّن؟ طيب استنى لحظة، هل اللي بتحسّه ده إعجاب والّا حُب والّا هيام؟ طب هل أنت عارف الفرق بينهم والّا ما أنتاش عارف؟ الفرق بينهم بسيط في الشكل لكن عميق جدًا في التأثير. طيب إيه الفرق بينهم وإزاي أصلًا تفرّق بينهم؟ في فيديو النهارده هاقول لك وهنتكلم عن الفرق بينهم ونبتدي أولًا بالإعجاب. الإعجاب هو أول شرارة، يعني اللحظة اللي أنت بتشوف فيها الشخص كده وبتقول فيها واو! ده شخص مختلف، أنا معجب جدًا بالشخص ده. هنا أنت ممكن تبتدي تعجب بحد. طب بتعجب بحد علشان إيه؟ طريقته في الكلام، شكله، ستايل لبسه، وكمان اهتماماته اللي ممكن تبقى شبه اهتماماتك. وخلّينا نقول مثال نقرّب بيه الفكرة شوية. مثلًا زميلة في الشغل معاك، دايمًا لبسها شيك كده ودمها خفيف، فأنت بتقول لنفسك أنا معجب بيها، لكن أول ما بتكتشف إنها شخصية بتتكبر أو شخصية ما بتسمعش غير صوتها، فالإعجاب ده بيطفي جواك وبينتهي، لأن الإعجاب مشاعر سطحية مش عميقة. طيب والحب؟ الحب بيبدأ لما أنت بتعرف الشخص بشكل حقيقي وتشوف فيه عيوب ومع ذلك أنت بتقرر إنك تكمل معاه. وخلّينا برضه نقرّب الفكرة بمثال بسيط، مثلًا أنت بتكلّم شخص فترات طويلة، بتحس إنه بيفهمك، عارف عنك حاجات أنت ما قُلتهاش لحد غيره، فبيسندك وقت ضعفك، ويوم ما زعلت منه أنت اتضايقت منه، لكن ما قدرتش تكرهه، لإن الحب ما بيهربش أول ما بتحصل مشكلة، فالحب ده علاقة ناضجة مش حالة مؤقتة. طيب والهيام؟ هنا بقى المشكلة لإن ده التعلق الزايد اللي بيخلّيك تنسى نفسك علشان تفضل في حياة شخص تاني. وبرضه هنقرب الفكرة بأمثلة بسيطة علشان نفهم الهيام أكتر. في الهيام أنت بتلاقي نفسك بتتعلق بالشخص لدرجة إنه بيطنشك فبتبرر له، ما يردش عليك بالساعات تقول أكيد ده مشغول، يقلل منك تقوم أنت تقول أصل هو متضايق، وكل شوية بتسأل نفسك طب هو زعلان مني؟ طب أعمل إيه علشان يرضى؟ طب أعمل إيه علشان أخليه دايما معايا؟ الهيام بيخليك تدور حوالين شخص وبتنسى تركز مع نفسك. علشان كده افهم إن مش كل إحساس قوي يبقى معناه حب، وافهم إن الإعجاب ممكن يخدعك لكن الحب بيبنيك، وافهم إن الهيام ممكن يكسرك وأنت متخيل نفسك إنك في الجنة، فافهم قلبك قبل ما تغرق فيه وحط لنفسك حدود حتى وأنت بتحب.